عام 2002 بيفوز الزمالك على بلدية المحلة أيضا في كاس مصر 1-0. الهدف كان لعبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وفاز الزمالك بلقب أفضل نادي في العالم هذه السنة، لأنه كسب كل البطولات عام 2002، بطولة أفريقيا والسوبر الإفريقي والدوري والكاس. يعني جيل 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 عظيم عظيم عظيم. وادي عبد الحليم علي وهدف أكثر من رائع عام 2002 على بلدية المحلة. حسام حسن وإبراهيم حسن وعبد الحليم علي وحازم إمام وخالد الغندور ومجموعة كانت، وادي محمد أبو العيلة اللاعب الكبير قوي كمان. مجموعة كانت جامدة جدا الحقيقة. وعبد الواحد سيد كان هو حارس مرمى نادي الزمالك في هذه المباراة. لقطات جميلة جدا، لقطات بتذكرنا بتاريخ عظيم لنادي الزمالك وأجيال عظيمة لنادي الزمالك. وادي مدحت عبد الهادي مرفوع على الأعناق وجماهير نادي الزمالك الجميلة. هنشوف دلوقتي لقطة طريفة قوي كمان لحسام حسن وابراهيم حسن. أول ما كان في كده كلب تسرب لأرض الملعب، أول ما قرب منهم خافوا. كلب الشرطة، خلي بص خلي بالك خلي بالك. ما بيخافوا من الأشياء المتحركة، مش واخدين بالهم لغاية دلوقتي من الكلب البوليسي لسه. كلب جاي أهو، خلي بالك. بص 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 كمل اللقطة بص بص جريوا ازاي وادي كاس مصر عام 2002 بيرفعها خالد الغندور وابراهيم حسن وحسام حسن وعبد الحليم علي ومحمد ابو العيلة وعبد الواحد السيد، مجموعة كبيرة جدا وعظيمة جدا الحقيقة. ومحمود لو تفتكروه، ورضا سيكا وائل أباني ومحمد كمونة